نقف بجوار أمير المؤمنين عليه السلام وعلى مقبرة وادي السلام. نقف على هذه المقبرة الأم الكبيرة التي تكدست فيها أجيال وأجيال. دعونا أيها الإخوة نقف على هذه التربة، نقف على هذا المثوى الأخير الذي سيؤول إليه الإنسان في النهاية. ها هنا يسكن أجدادنا، آباؤنا، أمهاتنا، إخواننا، أولادنا، أحبتنا. ها هنا هو الموطن الأصلي للإنسان، ها هنا مأوى الأرواح والأجساد. ها هنا في هذا المكان ستكون نهاية كل إنسان، حيث المستقر والمأوى والمسكن الأخير في هذه التربة، في هذه الحفرة التي سيلاعب فيها خده وجسده الدود والديدان. هذا هو المصير، هذه هي النهاية المؤلمة التي سينتهي إليها الإنسان حينما يضعونه في قبره. وهو يقول لمشيعيه حينما يسمع خف نعالهم وهم ينصرفون من بعد دفنه: أين تركتموني؟ خذوني معكم، أين تركتموني في هذه الحفرة؟ حينها سيجيبه ملك: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا كلا لا رجعة للدنيا. نعم، هذه حفرة الإنسان، هذا هو بيت الإنسان وقبره ومسكنه الأصلي. وأنا الواقع على مقبرة وادي السلام أخاطب جميع من أعرض عن ذكر الله من النساء والرجال، وبالخصوص أصحاب القلوب القاسية: يا من فنيتم أعماركم باللعب واللهو، يا من أعرضتم عن ذكر الله، يا من لم تفكروا بوحشة القبر وظلمة القبر وقبضة القبر، اعلموا أن مصيركم في النهاية سينتهي إلى هذا المكان، وستنزلون إلى هذا القبر، دار الغربة، دار الوحشة، دار الفراق. سارعوا إلى الله بالتوبة والعمل الصالح قبل فوات الأوان. استعدوا بتوبتكم، بصلاتكم، بصيامكم، بعملكم، كي تواجهوا منكر ونكير بعبادتكم، بطاعتكم لله عز وجل، بحبكم وولائكم لأهل البيت. واعلم يا ابن آدم إنك ميت لا محال، وستحمل على الأكف إلى هذا المكان الذي تكدست فيه الملايين تلو الملايين من الوجوه المنعمة. فلينظر الإنسان إلى قبره وليعلم الإنسان أن الله عز وجل ذو مغفرة وذو